مسا الخير ولا صباح الخير حسب التوقيت اللي راكم تشاهدوا فيه هذا الفيديو. طبعا معاكم قناة دينا صحراوي في تجاربها الناجحة. كما طلبتوا مني البنات اني ندعمكم بالصور، ما يكونش فيديو يعني عن طريق صورة وصوت، يكون عن طريق صور. كيما طلبتوني راني لبيت لكم النداء نتاعكم. فقط البنات حاولوا انكم تبارطاجوا هذا الفيديو بيناتكم وتدعموني كما راني ندعم فيكم. وننطلق على بركة الله. نحتاج طبسي نتاع فخار، إناء نتاع زجاج، نجيبوه نحطو فيه حنة ورقية يعني حنة طبيعية، ونحطو عليها مغرفة صغيرة نتاع سكر، ونبسسوها بربغ مغارف نتاع خل ابيض. البنات اذا كان ما عندكمش الحساسية ديروا زوز مغارف كبار نتاع بنزين ولا ليسانس، معروف في الجزائر ليسانس. نبسسوها ونخلوها ترتاح، ونروحوا الحوايج اللي رايحين يغلو. نجيبوا قرعة ماء صغيرة، ماء، ونفرغوها في اناء ثقيل، ونديروا فيها زوز مغارف نتاع قرنفل، ونديروا فيها زوز مغارف نتاع شيح، ونديروا فيها زوز مغارف نتاع، نقصد يعني مغرف كبيرة، زوز مغارف شيح، زوز مغارف قرنفل، زوز مغارف نتاع شاي احمر، ونحطوا كمية معتبرة من السواك الاحمر اللي تستعملوا في زينة المرأة، يعني اللي نحطوه في الفم باش يحمر الفم نتاعنا ونغسلوا به السنين. هذاك هو. ندو كمية معتبرة من السواك الاحمر ونحطوه يغلي، ونجيبوا حبة قارص نقسموها على، نجيبوا حبة ليمون ونقسموها على ربعة، ونحطوها تغلى مع بعضها. كي نشوفوا اللون يعني المحلول، يعني هذيك الكمية نتاع المكونات غلات مليح، عادت اللون نتاعها يمد بالاسوداد، نغلقها، نغلق عليها النار، ونجيبها ونصفيها، ونجيب نخلط بها الحنة، وحتى نتحصل على حنة طرية جدا، يعني حتى في طريقة التعسال تحسيها معسلة مليح. نجيبو ساشي بلاستيك نتاع الحليب، حبذا انه تكون ساشي بلاستيك نتاع الحليب، يعني بالعامية بالجزائرية نجيبو هذيك الشكوى نتاع الحليب، نغسلوها ونحطو فيها الحنة، ونحطوها تغلى لمدة 45 دقيقة. البنات ملاحظة، غلقوها بإحكام. الجماعة اللي درت لها ليسونس باش تنجح لها الطريقة، غلقيها مليح، وحبذا انك تدوبلي لها الساشي، ديري لها ساشي ولا 2، ومن بعد تغلقيها مليح، تغلقي داك الكيس وتخليه في الماء، تسلقيها سليق لمدة 45 دقيقة. بعد ما تفوت 45 دقيقة البنات حاولي انك ما تفتحيش الكيس ديريكت، لانه ديك الريحة راح تضر لك عينيك. خليها لمدة نصف ساعة ولا ربع ساعة، بعد ما تبرد جيبيها فتحيها وحني بها، وان شاء الله تنجح لكم الطريقة لمدة ساعتين تحني بها وتغسليها. راح تحصلي على النتيجة التالية. الضربة الاولى راح تحني بها راح تمد لكم النتيجة قرونة، يعني حمرة طول، حمرة غامقة، لون احمر غامق، وبعد يمد لكم بالاسوداد، كل ما تطول يمد لكم بالاسوداد الى ان تصبح الحنة سوداء. وان شاء الله التجربة تنجح معكم. يعطيكم